المنتخب التونسي إخواني الكرام هذه المرة سيواجه تنزانيا، وذلك برسم الجولة الثالثة من كأس إفريقيا التي تقام حاليا بالمملكة المغربية الشريفة في نسختها 35. إخواني الكرام، أخواتي كلمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حصة موجز أخبار الكرة لليوم. المنتخب التونسي الذي جاء بالمجموعة الثالثة إلى جانب كل من نيجيريا وأوغندا وتنزانيا سيواجه هذه المرة تنزانيا. للإشارة، المنتخب التونسي استطاع أن يخطف 3 نقاط في المقابلة الأولى التي جمعته أمام أوغندا ب3 أهداف ل1 هدف. بالمقابل، النيجيريون استطاعوا أن ينتصروا على تنزانيا ب2 ل1 ليصبح بذلك الترتيب بعد الجولة الأولى المنتخب التونسي بالرتبة الأولى ب3 نقاط، متبوعا بنيجيريا ب3 نقاط كذلك بالرتبة الثانية. أما تنزانيا وأوغندا ففي الرتبة الأخيرة قبل ذلك. أخواتي، إذا كنت جديد معنا في القناة ما تبخلوش نضغط على زر الاشتراك وخلوا لنا تعليقاتكم محفزة لهذه القناة، وكذلك لايكات، محتاجين لايكاتكم لهذا المعمل المتواضع. وبسرعة نعود للموضوع. إذن من ملعب الأولمبي بالرباط هنا من هذا الشهر ابتداء من الساعة 5 مساء بتوقيت المملكة المغربية الشريفة المقابلة تونس وتنزانيا على قنوات الأولى المغربية TNT وكذلك الرياضية 3، بالإضافة إلى قنوات البين سبور إكسترا 3. لم يبقى لي إلا أن أشكركم على وفائكم. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.